ايه اللي النهارده؟ جايين النهارده نطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين وكل سكناء الرأي، اولهم محمود عبد الله منسق تمرد اسماعيليه اللي اعتاد عليه الاخوان بالضرب في فتره حكم مرسي، واللي واقف كتير ضد مرسي واللي نزل ضد مبارك وضد العسكر وضد الاخوان، ودلوقتي متهم بتهمه الارهاب، علما بان محمود عبد الله يوم 28 يناير 2011 هو اللي حمى اسم تاني من الحريق وحمى ضباط اسم تاني، ويوم 29 يناير هو اللي انقذ ضباط امن الدوله من الموت رغم ان هم قتلوا اطفال. هدف الوقفه ايه النهارده؟ احنا واقفين النهارده بنطالب بالافراج الفوري عن زمايلنا المعتقلين. زميلنا محمود عبد الله كان منسق حمله التمرد، كان عنصر من العناصر اللي وقفت ضد نظام مرسي وبشده وبقوه جدا. ان النهارده يبقى التهمه المطاطه بتاعته هي تهمه الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين. انا شايف ان ده شكل من اشكال التعسف، شكل من اشكال القمع، وعوده للدوله دوله مبارك، دوله القمع القديم. واقفين ليه؟ واقفين ليه؟ واقفين عشان المعتقلين اللي زادوا الفترة الأخيرة، تمام؟ يمكن احنا كنا مش فايقين شوية، يمكن كنا نايمين، كنا مغيبين شوية ان الناس كلها بتعتقل، ناس صحابنا وبحجة ان هم اخوان وي 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 كنا بنحاول نعمل حاجة ما كناش بنقدر نحشد، لكن لما جت يعني محمود عبد الله مفيش عليه خلاف، الراجل ده هو اللي كان ماسك تمرد في اسماعيلية، يعني الراجل ده هو اللي خلع مرسي، هو اللي رجع للشرطة هيبتها، هو اللي رجع للجيش هيبته، وبعد كده يكافئوه ان هم ياخدوه، ومش مجرد ان هم يعتقلوه، لا ده يتعذب كمان. فاحنا جينا عشان كده.